كثير من البشر يحلمون بالتجول في بقاع عديدة من هذا العالم للاطلاع على مدنه العريقة أو للتمتع بمناطقه الطبيعية الخلابة والفريدة والتعرف عن كثب على شعوبه وحضاراته المختلفة. لكن قلة منهم وصل بهم الأمر إلى تكريس معظم سني حياتهم للترحال من هذا البلد إلى ذاك، بل وإلى محاولة اكتشاف ما أمكن من مناطق معزولة ونائية كالغابات والأدغال والجبال المرتفعة في القارات والجزر المتناثرة في المحيطات، ليعايشوا على الواقع ما لا يمكن رصده أو التعرف عليه عن كثب عبر وسائل العلم الحديثة، ومن ضمنها الأقمار الصناعية. ومن هؤلاء يبرز اسم المهندس أحمد الشهاوي المقيم في النمسا، والذي درس في جامعاتها هندسة الآلات قبل أن يقرر فجأة التحول إلى رحالة حتى استحق لقب ابن بطوطة المعاصر. أنا زرت 72 دولة على خلال 20 سنة، على 20 سنة، ورحلة ما زالت مستمرة، رحلة لم تنتهي بعد. أنا ما زلت مواصل الطريق، والطريق يعني أأمل إن الله يعطيني بعضا من العمر إن أكمل، وأنا عارف إني مش هكمل، لأن الكرة الأرضية لم تكتشف بعد. الكرة الأرض ولا تصدق هذه الخرافات. صحيح مش ساتلايت يقدر يجيب صورة عامة للكرة الأرضية، تفاصيل الحياة الكرة الأرضية مستحيل، الكرة الأرضية لم تكتشف بعد. الحواري والأزقة وغابات الإكوادور وغابات، يعني الدنيا حدوتة كبيرة، وقابلت شعوب كثيرة وأديان وعقائد مختلفة. هذه الأسفار الكثيرة التي لا يمكن وصفها إلا بالمغامرات نظرا لما فيها من مخاطر ومفاجآت دفعت الرحالة أحمد الشهاوي إلى تدوين تفاصيل أسفاره وتجاربه الكثيرة في كتاب بعنوان الرحالة والغابة، ركز فيه على تجواله في الغابات والأدغال الاستوائية النائية في العديد من مناطق العالم، ومعايشته لقبائل بدائية شبه معزولة عن العالم الخارجي. مغامرات الترحال في المناطق النائية حول العالم كادت في مرات عديدة أن تودي بحياته، وهو ما ولد على الدوام قلقا دائما لأسرته التي تعودت مع ذلك على أسلوب حياته المثير. إذا كانت الآمال كبارا تعبت في وصولها الأجساد، يعني اللي بيحط آمال كبيرة لازم يدفع الثمن، لازم يدفع الثمن. في هذا أنا دفعته من جسمي وصحتي. يعني أنا المرة الأخيرة راجع من الكونغو لفني في بطاطين وشايليني جثة يسلموها لأخوي، وبرغم ذلك برضه مش عايز أبطل. جات لي الملاريا في غابات سريلانكا وأنا قاعد في وسط الغابات وملاريا. اتجرحت والجراح حصل فيها صديد في غابات الأمازون وأنا لوحدي خارج على العالم، عشان أول نقطة أوصل لها محتاج 3 أسابيع مشي وأنا غير قادر على المشي. دفعت الثمن طول الوقت، ولا شك ان عائلتي بتدفع جزء من هذا الثمن، بس بدون ما تدفع الثمن بتعاني. بس انا مؤمن بان فعلا احلم واوصل وادفع الثمن. ومع كل ما تقدم ما زال الرحالة أحمد الشهاوي يمتلك على ما يبدو الكثير من العزيمة والتصميم على مواصلة درب الترحال لاكتشاف خبايا وتفاصيل الحياة على وجه هذه الأرض، حلم يراود بلا شك كثيرين، لكن قلة فقط تمتلك ما يكفي من الوقت والمال والعزيمة لتحقيق هذا الحلم. طارق شوشاري، خاص لبرنامج صباح جديد العالم، فيينا.